صباحكم عاطر. ما زلنا طبعا مع الشاعر الكبير محمود مفلح، وأظن إن أنا لقيت قطع الفيديو والقصيدة لم تكتمل أو لم ننهها، فاسمحوا لي إن أنا يعني أعيد قراءة القصيدة وأضيف أيضا قصيدة أخرى كنوع من الاطلاع على نماذج أو بعض أشعاره أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. أحوال: أقبلت نحوك كي أقول فقولي، وهززت نخلك قبل هز نخيلي، أسرقت خيل الماء قبل رحيله، وبكى علي الماء بعد رحيلي. لا تعجبي، فأنا المتيم بالذي أوحى إلى المختار بالتنزيل. أمضيت هذا العمر دون بصيرة، وأضعت في عز الدجى قنديلي. يا ليت أني لم أبت بجواركم، ما كان يمسح زيفكم منديلي. وظننت أني لا محالة صاعد نحو الذرى، فإذا الصعود نزولي. وهرعت كي أحظى بكف أميرة أو نظرة من طرفها المكحول، وكتبت بالحبر الشقي قصائدي، وكسرت فوق صخوركم أزميلي. متع الحياة مضغتها وشربتها، وجرت وراء الفاتنات خيولي، وبلوت أرباب العقول وسمتهم، وبلوت بعض الناس دون عقولي. ماذا جرى لأعيد بعض قراءتي وأقوم بعد اليوم بالتعديل؟ لم يبق إلا زفرتان، وبعدها أمضي وأتبع في الطريق دليلي. وأرى الحياة هناك نهرا جاريا، والحور لاهفة تود وصولي، وهناك أغرق في النعيم وأنتشي، وهناك يزهر في فمي ترتيلي. جميلة جدا القصيدة. حتى لا أطيل وإحنا طبعا محكومين بالوقت، هناخد نص من أو قصيدة من ديواني لا تنتظر أحدا سواك. قلنا ويعزون الدليل، هل تملك الخيل التي بطرت ركوب الريح عزف البرق واللغة البديل؟ قلنا وتعزون الإجابة، الحزن يعصف في مآقينا، وتكتبنا الشقاوة والكآبة. 20 خارطة وجمهورا نشيدا، وجمهورا نشيدا فيه تشتعل الحناجر. 20 خارطة وجمهورا نشيدا فيه تشتعل الحناجر. 20 مقهورا وقاهر. 20 نهرا من دم ينساب في الزمن المغامر. 20 مقبرة تنام على رؤى البطل الذي تحتل عينيه الجسارة، قادما من لجة الإعصار، من دفق الشرايين التي احترقت، ومن عطش البيادر. قلنا وتعزون الربابة، هل تستصيغ الشمس من نسي اسمها، وأهال فوق وضيء جبهتها ترابة؟ هل يقمع القمع المعربد من تخطر بالدمقس وذاب من وله صبابة؟ الدمقس الحرير الأبيض على ما أذكر، ده لفظ مستعمل أول من استخدمه على ما أظن يعني في الشعر الجاهلي، لما قرأت شاعر اسمه المنخل اليشكري. قصيدة له مشهورة: ولقد دخلت على الفتاة الخضر في الليل المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، أحبها وتحبني، بيت المشهور ويحب ناقتها بعير. قصيدة جميلة ورائعة من الشعر الجاهلي. هل تستصيغ الشمس من نسي اسمها، وأهال فوق وضيء جبهتها ترابة؟ هل يقمع القمع المعربد من تخطر بالدمقس وذاب من وله صبابة؟ هل يقرأ الآفاق والأشواق من نسي القراءة والكتابة؟ قال الذين عرفتهم ممن يشيلون المزاهر والبخور، ممن يبيعون الدموع لكل من ماتوا، ويحترفون رقص الطقس، من يتبركون بكل من شالت بطونهم، ومن يتألقون على الموائد والحمائم والصقور. من يتبركون بكل من شالت بطونهم، ومن يتألقون على الموائد والحمائم والصقور. قال الذين يصفقون ويكسبون وينتشون ويمارسون هواية الإقعاء واللقم التي تنداح من أهل الدثور: ماذا علينا والزمان مواسم حبلى وقامتنا طويلة. من ذا يعض يدا تمن عليه بالنعمة وتمنحه الفطيرة
والجديلة، والسيف يمضغ غمده فوق الجدار. متأرجحا لم تبكه عين ولا لمسته أنملة بدار. يتلو علينا الكهف والأنعام، يحسدنا على هذا التألق في القرار. يتلو علينا كل أعوذ من العيون، فالنوم أروع ما يكون. يخشى علينا همهمات الفجر وسوسة الغصون. نم في سريرك يا ملك. يخشى علينا همهمات الفجر وسوسة الغصون. شكرا.